السلام عليكم أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم بدروس العلوم للصف الثالث الابتدائي. هذا اليوم الفطريات. سنتعلم في هذا الدرس أن الفطريات كائنات حية بسيطة لا تمتلك جذورا ولا سيقانا ولا أوراقا، وأيضا أن الفطريات لا تستطيع صنع غذائها بنفسها. وسوف تتعرفون في هذا الدرس أن الفطريات تحصل على غذائها من الحيوانات والنباتات مثل الجلود والجبن والخبز والفواكه. كيف ينمو الفطر؟ ونحتاج إلى عدسة يدوية مكبرة، صحن، كمية من الماء، أكياس نايلون، قلم رصاص، وشريط لاصق. أولاً، نضع قطعة خبز داخل كيس نايلون ونغلقه ونضع له رقم 1. أضع قطعة خبز أخرى في صحن وأتركها مكشوفة بالهواء الجوي مدة 2 ساعات. أرش قليلا من الماء فوق قطعة الخبز المكشوفة وأضعها داخل كيس نايلون آخر وأغلقه، أعطيه رقم 2. وألاحظ وأراقب الخبز في كيس النايلون رقم 1 وكيس النايلون رقم 2. ماذا تلاحظ؟ أفحص قطعتي الخبز باستخدام العدسة اليدوية المكبرة ثم أقارن بينهما. استنتج: لماذا ينمو الفطر على قطعة الخبز الموضوعة في كيس النايلون رقم 2؟ من هذه التجربة ستتعرف أن الفطر ينمو عندما تتوفر الظروف المناسبة لنمو الفطريات. لعل والدتك أعدت يوما طبقا شهيا من فطر المشروم أو الكمأة على مائدة العشاء، فالمشروم والكمأة من الفطريات. الفطريات كائنات حية بسيطة لا تمتلك جذورا ولا سيقانا ولا أوراقا، ولا تستطيع صنع غذائها بنفسها كالنباتات. تعيش الفطريات في الأماكن الرطبة والمظلمة أو بين النباتات والأعشاب. إذن الفطريات هي كائنات حية بسيطة لا تمتلك جذورا ولا سيقانا ولا أوراقا، ولا تستطيع صنع غذائها بنفسها كالنباتات، وتعيش في الأماكن الرطبة والمظلمة أو بين النباتات والأعشاب. هذا هو تعريف الفطريات. إذا سألك أحد ما هي الفطريات؟ فقل له: هي كائنات حية بسيطة لا تمتلك جذورا ولا سيقانا ولا أوراقا، ولا تستطيع صنع غذائها بنفسها كالنباتات، وتعيش في الأماكن الرطبة والمظلمة أو بين النباتات والأعشاب. نشاهد في هذه الصورة الفطريات، ونشاهد كيف تنمو في الأماكن الرطبة والمظلمة أو بين النباتات والأعشاب. ما أنواع الفطريات؟ لدينا أنواع. سنتعرف على 3 أنواع من الفطريات. النوع الأول: فطر المشروم. النوع الثاني: العفن. النوع الثالث: الخميرة. تتنوع الفطريات في أحجامها، فمنها ما هو صغير جدا مثل عفن الخبز، ومنها الكبير مثل فطر المشروم. الفطر المشروم. فطر المشروم هو نوع من أنواع الفطريات يكون كبيرا ونتناوله في طعامنا. ينمو فطر المشروم في الأماكن الرطبة بين النباتات والأعشاب والحشائش. توجد أنواع كثيرة من فطر المشروم تختلف في أحجامها وألوانها. بعض أنواع فطر المشروم سامة، فإذا أكلها الإنسان فيموت، فيجب الحذر منها. وهناك نوع يؤكل يسمى الكمأة، ينمو في البر تحت سطح التربة بعد سقوط المطر.
العفن. العفن كائن حي من الفطريات يعيش على مختلف أنواع الأطعمة مثل الخبز والفواكه والطماطم والجبن وغيرها. يتغذى العفن على الغذاء المخزون في هذه الأطعمة. بعض أنواع العفن سامة وضارة بالكائنات الحية. العفن الذي ينمو على البرتقال يسمى عفن الفاكهة. الخميرة. الخميرة من الفطريات المفيدة التي يستخدمها الإنسان وتسبب انتفاخ عجينة الخبز. وهناك أنواع من الخميرة تستخدم في صناعة بعض أنواع الجبن. بعض أنواع الفطريات تستخدم في صنع الأدوية لعلاج بعض الأمراض. نشاهد في هذه الصورة استخدام الخميرة في صناعة المعجنات، ونشاهد عجينة منتفخة. أسئلة حول الفصل: ما هي الفطريات؟ كائنات حية بسيطة لا تمتلك جذوراً ولا سيقاناً ولا أوراقاً، لا تستطيع صنع غذائها بنفسها كالنباتات. تعيش الفطريات في الأماكن الرطبة والمظلمة أو بين النباتات والأعشاب. ما أنواع الفطريات؟ 3: فطر المشروم، العفن، والخميرة. ما هو فطر المشروم؟ يعد فطر المشروم أحد أنواع الفطريات، وينمو في الأماكن الرطبة بين النباتات والأعشاب والحشائش. وتوجد أنواع كثيرة من فطر المشروم تختلف في أحجامها وألوانها. ما هو العفن؟ العفن كائن حي من الفطريات يعيش على مختلف أنواع الأطعمة مثل الخبز والفواكه والطماطم والجبن وغيرها. ويتغذى العفن على الغذاء المخزون في هذه الأطعمة. بعض أنواع العفن سامة وضارة بالكائنات الحية. ما هي الخميرة؟ خميرة من الفطريات المفيدة التي يستعملها الإنسان، وتسبب انتفاخ عجينة الخبز. وهناك أنواع من الخميرة تستعمل في صنع بعض أنواع الجبن. هل جميع أنواع الفطريات ضارة؟ لا، بعضها سام وبعضها مفيد، وتستخدم بعضها في صنع الأدوية. ما اسم الفطر الذي ينمو على الخبز والفواكه؟ يسمى العفن. هل تعلم أن الإنسان صنع دواء البنسلين من بعض أنواع العفن؟ ويستخدم الأطباء البنسلين في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان.